اليوم ما رح أحكي عن عمل فني ولا عن دور تمثيلي جديد. اليوم رح أحكي عن قصة صادمة، قصة نهايتها وجعت ناس كتير، مقتل هدى الشعراوي. ولهيك اليوم الانترو أو المقدمة تبع الفيديو غير كل المقدمات. هدى الشعراوي اسم مش عادي، ست عرفناها بهدوءها بحضورها بأدوار الأم اللي دايما كانت قريبة من القلب. كبرت قدام الكاميرا، عاشت عمرها بهدوء، وعشان هيك النهاية كانت صادمة أكتر، لأنها صارت جوا بيتها انغدر فيها، البيت اللي مفروض يكون أأمن مكان. من أول ما نزل الخبر الأسئلة ما وقفت: كيف؟ ليش؟ ومين؟ الإعلام حكي والتحقيقات بلشت، وانذكرت تفاصيل عن أيامها الأخيرة بحياتها، عن تغيرات صارت، عن ناس دخلت وطلعت من حياتها، وعن انتقال صار بهدوء من دون ضجة ومن دون ما حدا يتوقف عنده وقتها. يمكن وقتها مر الموضوع كخبر عادي، بس اليوم لما نرجع نربط تفاصيل ببعض منحس إنه في أشياء كانت عم تتحرك والكل ما كان شايفها ولا منتبه لخطورتها. وهون منوصل للتفصيل اللي بيغير نظرة القصة كلها. قبل فترة من الحادث أو من الشي اللي صار الوفاة لهدى الشعراوي ومقتلها، هدى الشعراوي كانت طلعت مع رابعة الزيات وصرحت بشكل واضح وصريح بأنه ما عم تتفق مع العاملات أو مع البنات اللي عم يجوا لعندها يشتغلوا معها. عم بتقول وقالت بالحرف الواحد: ما عم يعرفوا تقاليدنا وما عم بيريحونا. يعني هي كان في مشاكل بينها وبين العاملات أو البنات اللي عم يجوا يشتغلوا عندها، ما كانت مرتاحة معهم، وإنه ما كانت موفقة مع البنت اللي عم تشتغل عندها. حكت عن عدم ارتياح وعن توتر وعن شعور إنه هي منا مرتاحة مثل قبل. وقتها يمكن الناس قالت عادي، خلاف بسيط، شي طبيعي بيصير. بس اليوم لما نحط هذا التصريح جنب تفاصيل الانتقال أو موت مقتل هدى الشعراوي وجنب اللي صار بالنهاية، القصة بتاخد شكل تاني تماما. برأيي اللي صار جريمة كاملة ما إله أي تبرير، والأخطر من الجريمة نفسها إنه الإشارات أحيانا بتكون واضحة بس ما حدا بياخدها بجدية إلا بعد وقت فوات الأوان. هدى الشعراوي ما كانت بس فنانة، كانت إنسانة وست كبيرة بالعمر، ونهايتها ما كان لازم تمر كرقم بخبر. الله يرحمها، والعدالة هي أقل شي ممكن يصير، مش بس إلها بس لعائلتها وللكل إنسان مظلوم وانغدر فيه.